وشويه جرجير معانا، لان انا جوزي بقاله فتره كبيره يقول لي انا عايز نفسي اكل فطار زي بقيه الخلق. فقلت النهارده اعمل له بقى احلى فطار وادلعه. عملت طعميه ببياض بيضه، مش البيضه كلها، وعملت طعميه ساده، وفول بالقوطه بالتريكات جميله جدا، وبتنجان. يعني مش قادره اوصف لكم الطعم ايه. بتنجان خفيف بدقه خفيفه من غير توم، وبطاطس والبيض بقى. ومش عايزه اقول لكم بقى على الطعم، دي بطاطس بوريه مش قادره اوصف لكم، دي جبنه بالطماطم. مش قادره اوصف لكم على الطعم والريحه اصلا يعني هو يفتح النفس من غير اي حاجه. يلا بينا على الطريقه واوريكم هنبدا ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي؟ احلى صباح عليكم. قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، حياتك تفضل في راحه وفي امان. طبعا جاي لكم النهارده ان جوزي زعلان مني ان انا ما بعملوش فطار بقالي فتره، فطلب مني ان انا اعمل له فطار. قلت له بس كده. قال لي عشان انا كمان عامله رجيم، فبيقول لي وانت حرمانه عشان انت عامله رجيم احنا ما بناكلش. قلت له لا، ده انا هعمل لكم احلى فطار، لانه كل يوم بيمشي على الشغل لا ياكل قرصه، لا ياكل سندوتش جبنه مع كوبايه الشاي وشكرا، اي حاجه المهم بيقضيها. فقال لي لا انا عايز فطار. قلت له هعمل لك احلى فطار. فجبنا عجينه، جبنا ب5 جنيه عجينه، وجبنا كيسين فول هنعملهم، وهنعمل بتنجانتين كانوا عندي في التلاجة هعملهم طبق بتنجان حلو مخلل، وهعمل له احلى طبق جبنه بالطماطم وبيض مسلوق، ومعايا بطاطستين كده عملتهم نص كيلو، هعملها بطاطس بوريه. هنعمل فطار حلو قوي، خليكم معايا ونبدا من واحده واحده. اول حاجه جبنا هنا حله فيها حبه ميه، هنحط فيها ربع معلقه من الملح، وهنسلق فيها ال4 بيضات بالشكل ده كده. تاني حاجه هنجيب طاسه زي دي كده، هنحط فيها البطاطس اللي انا قلت لكم عليها هنعملها بوريه بالشكل ده. انا قطعتها مكعبات بالشكل ديت وغسلتها حلو قوي، وجبت طاسه بالشكل ديت. هحطهم فيها كلها، هحطهم كلهم بالشكل ديت. هحط عليها معلقه من السمنه او الزيت، اي حاجه انتوا حابينها، معلقه سمنه بلدي بالشكل ديت. وهحط رشه من البابريكا، رشه صغيره جدا من البابريكا عشان مش عايزه لونها يتغير، رشه صغيره. رشه من الفلفل الاسمر، رشه من الكمون بالشكل ديت، ورشه من الملح بالشكل ديت، وربع معلقه او نص معلقه من هريسه الشطه، وربع معلقه من الثوم المهروس بالشكل ده كده. هحط عليها معلقتين الميه، ما تكتريش من الميه يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، حوالي ربع كوبايه ميه. وهعلق عليها واغطيها واسيبها دي مع نفسها. وهنجيب طاسه فاضيه كده، احنا علقنا على بطاطس البوريه وعلقنا على البيض. هنعمل بقى شويه فول تحفه. هنحط شويه زيت او سمنه زي ما انتوا حابين، بس انا بحب اعمل الفول دايما بشويه زيت. اول حاجه هنحط طماطميتين كده على قرنين فلفل، انا مقطعاهم حامي او رومي، الفلفل زي ما حضراتكم عايزين بالشكل ده كده. وخليها تدي على النار شويه. وهنا علقت على الزيت عشان اقلي في البتنجان والطعميه. هحط عليها نص معلقه توم بالشكل ديت، واقلب شويه المكونات دي كلها مع بعض. انا ما بعتمدش الفول غير بالطريقه ديت، وليها طريقه تانية بالبصل برده، الطريقتين حلوين قوي. بس انا قلت طبعا للفرمان بتاعي مدام نفسه في فطار حلو وحرش، قلت له هعمل لك احلى طريقه فول. ونص معلقه من هريسه الشطه، هسيبها بقى تتسبك شويه. هحط لها نص معلقه من الملح، ونص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الفلفل الاسمر. على فكره يا جماعه دي معلقه التوابل عندي، لا افتكروا نص معلقه من الكبيره او نص معلقه، لا انا بحط على من المعلقه الصغيره دي. ما عندكوش من المعلقه الصغيره حط ربعها
شموا بقى احلى روايق لطبق فول. هسيبها تتسبك كده شويه على النار. التومه مع الفلفل الحامي مع هريسه الشطه والطماطم مخلينها روعه. هحط عليها نص معلقه من صلصه البوريه بالشكل ده كده اهوت. حطيت الفول بالشكل ده كده. اقسم بالله ما اقدر اوصف لكم ريحه الفول. جبنا هنا بيضايه، فصلت البياض عن الصفار. البياض ده هحط له معلقتين من عجينه الطعميه. جربوها بالبياض بتاع البيضه بس بيدي طعم حلو قوي، هشه كده وجميله قوي للطعميه. انا هعمل منها يعني حوالي نص العجينه عشان هعمل نصها ساده ونصها بالبيض بالشكل ده كده. وهقلبها كده بالبياض البيضه. وصفار البيضه دي برضه هستخدمها دلوقتي هقول لكم. هقلبها كويس. وهنا اهو طلعت البتنجان بعد ما اتقلى. وده الفول بعد ما خلص. شويه فول بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليهم. وهنا في نفس الزيت ده هقلي شويه طعميه اللي انا قلت لكم عليها بالشكل ده كده. وهنا هعمل تتبيله البتنجان. حطيت معلقتين من هريسه الشطه. هنحط عليها نص معلقه من الملح. هعملها خفيفه قوي من غير توم. هحط عليها ليمونتين. هعصر ليمونتين بالشكل ديت. مش هحط اي حاجه تاني، انا حبايه خفيفه كده. وهحط حبه من الكزبره الناشفه. التتبيله دي حلوه قوي خفيفه للبتنجان مع شويه خل. مع شويه من الخل. واقلبها كده كويس جدا. التتبيله دي خفيفه وحلوه قوي للبتنجان. بصوا شكل الطعميه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. هقلبها كلها بالشكل ديت. فطارنا خفيف ولذيذ وفي نفس الوقت مش مكلف. وهنا ايه البطاطس استوت بالشكل ده. اتهرست. ههرسها كلها بالهرسه بتاعتها. ادينا هرسناها. هحط شفتوا بقى فاكرين صفار البيضه ده، هحطه كده بالشكل ده. جربوا التركايه ديت مع البيض مع البطاطس البوريه دي حلوه جدا 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 التركايه ديت. وعشان البطاطس تدينا لمعه نحط شويه من الزيت بالشكل ديت. واقلبها شويه كتير جدا مع البيضه ديت. هتلاقي البيضه ده اختفى لحد ما تلاقيه اختفى. وهولعها على النار، على نار هاديه جدا. قلبت فيها شويه لحد اما البيضه اختفت. الاسود ده على فكره هي الطاسه بس اتلسعت مني، بس ما فيهاش اي. بسم الله ما شاء الله عليه. شويه بطاطس بوريه تحفه. وقطعت البيض بالشكل ده جنبيه. وده البتنجان الخفيف على المعده من غير توم. وشويه فول بقى مش قادره اقول لكم عليه. وطبق جبنه بالطماطم رهيب. والطعميه طبعا اللي انا قلت لكم عليها بالبياض البيضه. ودي الطعميه اللي هي الساده. دي طعميه ساده ودي الطعميه البياض البيضه. وشويه خضره من تحت. وشويه شيبسي كانوا موجودين. واخر حبه مسقعه سخنتهم وحطيتهم كانوا عندي في الثلاجه. وشويه جرجير بقى مش قادره اقول لكم من المزرعه على هنا على طول. وشويه عيش بقى والف انا وشفا على قلوبكم.